وسهلا بكل مستمع الشرق الأوسط في كل مكان. لقاء جديد وأحلى دنيا، أحلى دنيا دايما بنتمناها لكل مستمعينا. احنا معاكم من دلوقتي ولغاية الساعة 1، ومشرفنا في الاستوديو دكتور علي عبد الراضي عبد الرحمن، استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي. معاكم من هندسة الهواء أيمن حمودة، وبسعد بلقائكم خلال أو بالتحديد اليوم بدل سحر الديدي إيمان عرفة. وبرحب بكل اتصالاتكم وكل أسئلتكم، والرقم 25759395. أي سؤال لدكتور علي عبد الراضي احنا في انتظار حضراتكم. وبداية كده دكتور علي، صحة نفسية وعلاج نفسي، ايه الفرق؟ ما هي مش صحة في الحالتين، يعني احنا كلنا عايزين نعيش في حالة صحية جيدة، حالة صحية نفسية جيدة. ليه بنقول الصحة النفسية والعلاج النفسي؟ طيب الفرق بين الصحة النفسية والعلاج النفسي زي الفرق بين تربية رياضية وعلاج طبيعي. التربية الرياضية بتشتغل على العضلة وهي العضلة سليمة وبكامل قواها، الانزيمات والأوردة وكل حاجة فيها تكون سليمة عشان العضلة تؤدي أفضل مستوى وتعمل أكتر، يعني تحقق الهدف المطلوب منها. فإذا لازم يكون عشان أعمل تربية رياضية كويس. طيب لو العضلة حصل فيها مشكلة أقول له لا، روح خد علاج طبيعي، صح؟ فهو ده النفس لو كويسة جدا والصحة النفسية كويسة جدا، فهو أقدر أقول له اتعلم، انتج، تفاعل مع الحياة، طلع كل ابداعاتك، خليك مبتكر، او على الاقل استمتع بالحياة. واحنا عارفين ظروف الحياة الواحد يستمتع بها يوم ويوم تاني لا، ده طبيعي، مش مشكلة في كده. لكن العلاج النفسي لما يوصل لحالة الاضطراب اللي يخليه ما يأديش الوظائف المطلوبة منه، ما يأديش الدور بتاعه، يبدأ يتراجع في الدور بتاعه. فهو ده الفرق بين الصحة النفسية والعلاج النفسي. الصحة النفسية ان واحد طبيعي هوصل بيه لمرحلة التفوق والتميز، اللي هو يعني كلنا الأسوياء كلهم اللي ما عندهمش أي اضطرابات نفسية محتاجين صحة نفسية. محتاجين إن احنا نزود قدراتنا ومهاراتنا، ونفعل القدرات والمهارات دي. يعني كلنا عندنا قدرات والمهارات محتاجين تفعيلها. ده حقيقة يا دكتور أيمن، بالظبط كده. يعني طيب بالنسبة دكتور، يعني احنا عايزين نوصل لمرحلة الصحة النفسية في أعلى درجاتها. هنبتدي ازاي؟ يعني اي انسان دلوقتي علشان يوصل ان هو يعمل تفعيل لقدراته الخاصه او لمهاراته الخاصه، يعرفها ازاي؟ طيب هو من ساعه ما احنا نزلنا على الارض، ربنا خلقنا واحنا كنا في الجنه، فما كانش في مشكله بين الانا والاخر. سيدنا ادم ما كانش عنده مشكله بين الانا والاخر، لان ما كانش في اخ. حواء من جزء منه، فما كانش في اخر، فكان دايما في الانا، فما كانش في مشكله. تتخيلي ان دخول ابليس ووسوسته ليه والكلام معاه والحوار ده خلى يحصل عنده نوع من فهم الاخر، مين الاخر ده؟ فالاخر ده بالنسبه لي هو عدو ليا. فدي اتطبعت في السلاله البشريه ان الاخر ده الاخر نفسه هو يعني فكره ان انا الحوار الانسان مع نفسه قبل ما يكون مع الاخر الشبيه بيه او اللي زيه. ممكن نعملها كده. ده لو هو عارف يعمل الاخر نفسه، يحط نفسه مكان الاخر، دي حاله من السواء، يعني هو يحط نفسه مكان غيره ويعرف غيره يفكر ازاي، فدي حاجه كويسه. لكن احنا توارثنا كسلالة بشرية ان الاخر ده عدو ليا وطردني من النعيم وطردني من الجنة. خلاص. طيب هو ليه نزلنا بقى على الارض وحصل المشكلة بين الانا والاخر نفسه، بين السلالة الواحدة هابيل وقابيل. فحصل بين المشكلة والاخر ده يتنازع معايا في حاجات انا بحبها، في رغباتي، في حاجات انا بستمتع بيها. فحصل الخلاف ده وتوارثنا الخلاف بين الانا والاخر، ان هو شخص من نفس الشكل بتاعي والجنس بتاعي، فانا اكون له نوع من العداء ونوع من الخلاف. تتخيل ان الله سبحانه وتعالى عمل بيننا تفارق بين الأنا والآخر وبين النفس ومستوياتها، عشان يقول لنا انتوا يعني ليك إرادة فأنت محاسب. فمعنى كده إننا كلنا محاسبين، كلنا عندنا إرادة. طالما أنا عرفت أحدد أعدائي وأحدد الناس اللي أنا بختلف معاهم، فأنا عندي مشاكل أقدر أتحاسب عليها. كذلك الأمر. طب أعرف إزاي إن أنا عندي سلام نفسي أو صحة نفسية؟ لما أنا الآخر أحاسبه على على قدر ما يتقبله مني. يعني احط نفسه مكان. على سبيل المثال احنا بنقول للواحد لو عايز تستمتع بصحة نفسية كويسة، يبقى عندك صحة نفسية كويسة، على الاقل حط نفسك مكان الاخرين. مش بس كده، ده كلام عادي ممكن اي حد يقوله. طب اطبقه ازاي يا دكتور؟ سهلة جدا. حب نفسك الاول. ما انا لو حبيت نفسي بشكل كويس جدا،
اقدر احط نفسي مكان الاخر. فبالتالي اللي بيأذيني واللي بيجرحني واللي مثلا ممكن يعمل لي مشكله نفسيه او يضايقني او يوترني الصبح او يغضبني، احط نفسي مشاعر الاخرين. ودايما احنا في كل مشاكلنا لما تيجي بنحلها بنقول ايه؟ خلي نفسك مكان. طب ما تحط نفسك مكانه كده، طب ما تفكر نفسك هو نفس هو تفكيره. في يعني دايما حكايه القاء اللوم على الاخر، يعني مم. طب قبل ما تحط ما تقول لي حطي نفسك مكاني، ما تحط انت نفسك مكاني. هو ليه طول الوقت انا يعني يطلب مني الامر ان انا اللي اكون مكانك، وبالتالي ان انا اتنازل شويه عن رغباتي، ان انا يعني احاول ان انا اتقبلك كما يعني بنفس الصوره اللي انت موجود عليها. ودرجه والتقبل ده ما بيكونش من الطرف الثاني، دايما كده مين اللي يبدا، ودايما اللوم من طرف على طرف، حد بيتحمل اكتر من حد. لكن عايزين ناكد على حاجه، يعني الصحه النفسيه مرتبطه بجوده علاقتنا بالاخرين. ده كل ما حقيقي. بيزيد الدرجات اللي بيسموها التسامح او الود او بالظبط المحبه كده. بيننا وبين الاخر، مم. كل ما هنكون نعيش في حاله صحه نفسيه جيده. وبينك وبين نفسك في الاول، وبينك وبين مم. نفسك انت طرحت موضوع حلو جدا. التسامح والاخلاق اللي كويسه تبقى ازاي؟ يعني تبقى من خلال اللي هو انا ادرب نفسي وامرن نفسي عليه، احمد نفسي واحط نفسي في التسامح، افكر بطريقه متسامحه، افكر بشكل ايجابي، افكر بشكل متغير. في ناس هنعرف كل الحاجات دي هنعملها ازاي. ولقائنا مع دكتور علي عبد الراضي عبد الرحمن، استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي، بعد الفاصل اللي هنتوقف معاه دلوقتي. انتوا لسه بتسمعوا احلى دنيا على الشرق الاوسط. لو كل واحد عرف قيمة نفسه بالفعل، يعني حجمه ومقداره، وقدر ان هو من خلال هذه القيمة يقدر ان هو يتعامل مع الآخرين بشكل جيد، ده دليل على الصحة النفسية. دكتور علي عبد الراضي. لا طبعا يا ريت لو كل واحد عارف مقدار نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول كل شيء خلقناه بقدر. فقدر ده اللي هو المقدر ليك واللي انت عرفته عن نفسك. طيب يعني ايه؟ يعني انا عرفت نقاط القوة اللي عندي. انا امتى اغضب واتحكم ازاي في غضبي، امتى اتنرفز، طب ايه اللي بيعصبني، مين الاشخاص اللي هم ممكن في الدائره اللي حواليا، الشغل او البيت او الاسره او المجتمع اللي حواليا ممكن ينرفزني. فانا لو عرفت اقدر هذه الامور كلها وعرفت مقدار نفسي كويس جدا، اقدر اتعامل معاهم على هذا المنطلق. يعني في اشخاص بتنرفزني او بتزعلني، او في جار لي او كذا، مش مطالب لك انك تحبه وتبقى متسامح معاه وكويس. ده كلام كويس وكلام نظري، لكن في الطبيعي هيحصل ايه؟ على الاقل ما تبقاش معاه في مواجهه، ما تدخلوش في مواجهات وصراعات. ركز دايما. احنا مشكلتنا عشان الانا والاخر بنركز مع الاخر جدا لدرجه ان احنا ننسى الانا اللي هو كل نفسنا. واحد يفكر في نفسه، او بص على نفسك، يعني مش طول الوقت ما تبصش على اللي جنبك الناحيه دي ولا الناحيه دي. بالظبط شوف كده. ايه درجه يعني بيسموها، مش هقول العيب، لكن كل واحد عنده مساحه كده غير راضي عنها، او مساحه هو ممكن بيعمل حاجات بتكون اقرب الى الخطا مش الصواب. يعني ليه ما بنحاولش ان احنا نبص في اتجاه نفسنا؟ ده حقيقي. طب لو واحد دايما بيبص على اللي جنبه او بيبص على الاخر، وعايزين نغير بقى نظرته، بص على نفسك. أيوة. اعرف انت قيمة نفسك وقدرك علشان تقدر تتعامل مع الاخر. كل الناس كنت زي ما انت بتقولي كده بيبصوا على عيوب نفسك. شوف انت بتعمل ايه، شوف مشاكلك، ما تخليك في نفسك، ركز في نفسك. طيب ده مشكلة. طب انا خليني بقى نغير على النجاح التاني. بص على النجاح، انت بتنجح قد ايه. انت شاطر جدا لما تيجي مقارنة بينك وبين اي حد. انا عملت وانا سويت وانا هعرف اعمل وانجح وعندي علاقات وعندي ناس وعندي بيزنس ومش عارف ايه. لا، الحقيقي بقى تعالى هنا بقى، قدر نفسك بنفسك. انا بعرف انجح في ايه، انا ايه النجاحات. دايما بقول للناس اللي بتيجي لنا في المستشفيات او العيادات، دور على النجاحات اللي في حياتك بميكروسكوب. يعني تجيب تلسكوب كده فضائي كمان، تدور على كل حاجه نجحت فيها. نجحت في مشروع جواز، نجحت في تربيه اولاد، نجحت في علاقه اجتماعيه كويسه جدا بينك وبين اهلك، بينك وبين جيرانك، صله الرحم لو نجحت فيها. كل العلاقات اللي انت بتنجح فيها دي هاتها كده قدامك وخليها هي القيمه. قيمتك بتعلى من كتر نجاحاتك. لذلك في حاجه اسمها هرم ابراهام، مثله من الاحتياجات او الانسان بيحتاج لايه. من ضمن الاحتياجات بيحتاج للامان والحب والحاجات البيولوجيه اللي هو الغذاء والميه والشرب والتكاثر والهواء. دي كلها احتياجات واحده، ودي للاسف اللي احنا بنطالب بيها، نطالب باحتياج واحد. لكن في الاحتياج للحب، الاحتياج للانتماء، الاحتياج لصوره الذات، شكلي انا قدام نفسي عامل ازاي. مش بس كده، الاحتياج لتقدير الذات. يعني لما واحد بيعمل عمل خير انا بساعده للعمل الخير ده. لو
المجتمع محتاج ان هو يعمل عمل خير، انا اساعد المجتمع ده. طب ليه بساعد الاخرين ان هم يعملوا حاجه كويسه للمجتمع وينجحوا المجتمع ويحاولوا يعملوا تنميه حقيقيه للمجتمع؟ ده بيساعده على ان هو يحس ان هو فعلا منتمي لهذا المجتمع، بيحس ان هو عنده فعلا حب صادق لهذا المجتمع، يحس ان هو فعلا حب نفسه، فبالتالي وصل لدرجة ان هو يقدر يدي الاخرين، قدرة على العطاء. لذلك انت تلاحظ ان دايما في العلوم النفسية بيقول لك ايه؟ العلاج الجماعي والعمل الاجتماعي والعمل الخير والتطوعي. ده مهم جدا في العلاج النفسي. حتى بره كده بيقول لك انت بتشارك قد ايه في العمل التطوعي. يمكن احنا لاحظنا الفتره الاخيره، يعني ممكن لو حد يعني جه لحضرتك العياده وممكن تنصحه تقول له اعمل عمل تطوعي او وانزل ادخل معاه في عمل جماعي بالظبط كده. شارك فيه يعني مش عمل ربح، يعني فكره ان انا مش هتلقى حاجه بشكل مادي من العمل ده، ده لا حقيقي. بالعكس انا هفضل ادي من وقتي وجهدي وفلوسي وفي النهايه يعني لا انا مش هاخد حاجه منه. بالظبط كده. طب اساليه بقى. طب هما على طول بيستجيبوا جدا. يجرب اول مره. ليه؟ ناس بسيطه وناس مش مكلفه، ناس بتعاملوا بالاحترام والوقار والحب وما فيش منهم اي حاجه، وخاصه لو دخل بهجه او سعاده على الاخرين وما يعرفهمش، ناس ما يعرفهمش يقدم لهم اي مساعده، حتى لو مساعده معنويه. مجرد ان هو راح مثلا زار مستشفى او زار مكان معين وشاف الناس هناك بسيطه جدا، حد ما بيعرفنيش يروح اسلم عليه، قال ايه ابتسم وسلم عليا، فبحس ان هو شاف قيمه، فانا عن نفسي قيمتي بتزيد. كذلك الامر في ناس محتاجه كتير جدا وقت صغير، يعني انا في ناس كتير جدا مضيعه وقتها بعيد عن العمل الاجتماعي وبتقضيه في مشاحنات وفي مقارنات وعلى التواصل الاجتماعي، وانا وعملت وسويت، ويكتب كمان الحسره والندامه، والناس خاينين والناس سلبيين والناس غدارين كتير كتير جدا. طيب انت من الناس، ما انت مش بعيد عن الناس، ما انت واحد منهم. طب كل الناس بتكتب على الفيسبوك ناس وحشه، ناس غداره، ناس خاينه، امال مين الناس الكويسين يا جماعه؟ اكيد بره الفيسبوك، يعني لما كل بيكتب كده يبقى الناس دول ملائكه يعني ولا ايه؟ في 3 كلمات كده في قواعد التربيه يعني المفروض ان احنا ننتهجهم في تربيه ابنائنا، نبتعد عنهم. ال3 كلمات: اللوم والنقد والمقارنه. ال3 دول لو في اشخاص للاسف الشديد اتربت عليهم من وهي صغيره، طيب تركيبة الشخصية دي أكيد في معاناة بينها وبين الحياة في السنوات المراهقة وسنوات يعني الشباب وهكذا. إزاي إنها تقدر تعيد مسارها للمسار الصح وفي نفس الوقت تتجنب ده مع أبنائها؟ هنعرف الرد من دكتور علي عبد الرحمن، استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي اللي مشرفنا في استوديو 13 الشرق الأوسط بعد الفاصل الجاي. لسه معاكم مكملين وأحلى دنيا لكل مستمع الشرق الأوسط في كل مكان، ولقائنا متواصل مع دكتور علي عبد الرحمن استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي. دكتور علي، 3 كلمات توقفنا عندهم: اللوم والنقد والمقارنة. يعني دول المفروض ان هم يختفوا من قاموس التربية، ما يعني عند كل الناس، عند كل الأسر. الثالوث المدمر للسلام النفسي وللصحة النفسية. لو للأسف الشديد شخصيات نشأت وترعرعت في بيت فيه ال3 كلمات دول، هو الأيام دي شغالة كمان اللوم والمقارنة. يعني ايه؟ شوف ابن خالتك اللي جاب مجموعة السنة اللي فاتت، شوف ابن عمتك اللي عمل وسوى ودخل هندسة أو صيدلة أو طب. مع ان من وجهة نظري ان في الأخير النتيجة واحدة، الأخير الأفضل انك تعمل شخصية ناجحة. دايما احنا بنقول شخصية ناجحة، ما بنقولش مهندس ناجح أو دكتور ناجح. الصح في المجال النفسي عندنا شخصية ناجحة، نجح في تجارة، نجح في صناعة، نجح في حرفة، ايا كان اللي هو فيه، بس هو نجح انه حتى يعرف يربي اولاده، نجح انها تعرف تعمل تربية وتعمل بيئة كويسة جدا. علماء مصر الافاضل خرجوا من بيئة الامهات بتاعتهم كانوا بسيطه جدا، ناس بسيطه جدا وسهله في التعامل. كل ما كانت التربيه بسيطه ومش معقده، ده بيعمل نوع من السلام والتقبل، حتى لما بيحصل مشاكل بياخدها يعني على مش محمل اللي هو المشقه النفسيه واللي هو خلاص الدنيا باظت والدنيا وقفت. وده اللي خلى درجه الانحراف عن الصحيح يعني نازله تحت، درجه الادمان
نازلين في ارقام قياسيه في الادمان. ادمان المخدرات او الكحول ايا كان. التدخين، مش كل التدخين يعني، لكن التدخين المبكر، انا بتكلم عن التدخين المبكر يعني. العقاقير الضاره او نسبه الاكتئاب او نسبه القلق بسبب الثلاث حاجات دول. يا اما هو صغير كانوا بيقارنوه بينه وبين حد، يا اما دايما بيلوموه لوم. انت مش محتاج انك تفعل اللوم او انك تزود اللوم. كل انسان طبيعي عنده حاجه اسمها ايه؟ النفس اللوامه، اللي هي بتلومه على ايه اللي عمل واللي ما عملهوش، وانت المفروض تعمل كذا. لما انت تزود الجرعه او الدوز بتاع اللوم من بره، النفس اللوامه من جوه دي تبطل تشتغل. فبالتالي ليه انا ابوظ حاجه ربنا خلقها اللي هي بتلومه انت؟ يعني كل ما الاب والام بيزودوا درجات اللوم دي بالنسبه والعتاب عند اولادهم، يحصل له تبلد. يعني يحصل له تبلد بعد. خلاص بقى انا بالنسبه لي، ما خلاص انا تعبت من كتر اللوم اللي كل شويه والنقد اللي بيوجه لي. خلاص انت هلاقيها من بره ولا من جوه. فهبطل بقى الجهاز اللي جوه ده هيحصل ان هو يقف ما يشتغلش. بالظبط كده. اي شيء بيزيد عن حده بنقلب ضده، ده حقيقي. حتى في التربيه والصحه النفسيه، حتى في الميه، حتى في الغذاء، حتى في الهواء. يعني انت كباحثه في الانثروبولوجي تعرف ان الشكل الانسان والجمجمه مختلف من مكان لمكان بطبيعه الهواء والاكسجين وذرات الاكسجين في مكان لمكان. في بشره لونها اسمر، بشره فاتحه، ده حتى علشان استنشاق الهواء. تتخيلي؟ طيب ما بالك بقى في التربيه، الجو النفسي، المحيط اللي بينشأ فيه الابناء. لو انا دايما في مقارنات، هي اما هخليه شخصيه انتي سوشيال بعد كده، يا اما شخصيه بارانويا، وناس كتيره جدا بنلاحظها، اللي هو او ياخدوا العظمه انا وانا ادي احنا بنشكل شخصيه اولادنا. طب ازاي انا ابطل كده؟ اراقبه هو واشجعه هو، يعني اتقبله زي ما هو موجود واكتشف مهاراته. يعني انا بستعجب على الناس اللي بتحب اولادها وعايزه اولادها انجح الناجحين وافلح الفالحين واصلح الصالحين. برافو عليكم انك تعمل كده، لكن ساعدوا انه يكتشف نفسه. ما هو يعني انجح الناجحين في اي صوره؟ الصوره اللي عايزها المجتمع، ولا الصوره اللي عايزها الاب، ولا الصوره اللي عايزها اللي هو نفسه وقدراته الفعليه؟ يعني هو هيقدر يوصلني ده ولا مش هيقدر يوصلني ده؟ تخيلي ان احنا 90%، يعني وده رقم مش جزافي، ده حقيقي، 90% من الابهات والامهات طبعا هم افاضل وناس كتر خيرهم ان هم ربنا بالطريقه اللي هم فيها دي، لكن ما ساعدوناش على اكتشاف نفسنا. شكلونا بالشكل اللي هم شايفينه. لدرجه التربيه يا جماعه مش خطه. هي خطه ان انا احب، خطه ان انا اتعلم ادوات تربيه، لكن مش خطه ان انا بعد 5 سنين يبقى الهدف بتاعي ابني يبقى نمبر 1 في كي جي 2 ويخش ابتدائيه. في شخصيات يعني عانت من موضوع المقارنه واللوم والعتاب في تربيتها، في تربيه ابنائها بتعيد نفس او بتكرر نفس السيناريو اللي عاشته، بالرغم انها بتكون عارفه ان ده خطأ، لكن احيانا بيحصل بشكل يعني تلقائي كده انها بتنتقد، انها برضو ما انا عايزه ابني يبقى كويس. ده حقيقي. فهو ابني محتاج شده شويه في التعامل، فلازم اقول له، انبهه، اقول له شوف فلان وفلان وفلان بقوا احسن منك وانت لسه محلك سر مثلا. دي يعني مشكله يا جماعه، مشكله. بس عايز اقول لك ليه هم عملوا كده. ليه هو عالم النفس المشكله؟ ليه بيقلد نفس المحك؟ هو مفيش مخرجات تانية يخرجها غير اللي اكل. يعني دايما لو حطيت في آلة صناعة او ميكسر ماتيريال معين او خامة معينة، هتطلع نفس الخامة، يا اما متكسرة يا اما ناعمة يا اما خشنة يا اما متجبسة، يعني مش هتجيب غيرها. فبالتالي هو ما خدش قسط من القراءة في التربية، ما راحش لحد متخصص حتى لو اتعلم، يعني حتى لو هو كان يعني واخد ارقى الشهادات في تخصص وبيعمل فيه بالظبط. وفي حتى دي النماذج تناولها يوسف السباعي، تناولها حسن عبد القدوس، تناولها كتاب عظماء، يعني تناولوها في الروايات بتاعتهم، ان هو سافر وتعلم بره ونجح، لكن ينقل نفس دراما نظام تربيته السيد، واللي هو بيقول ان هو متحرر وان هو متفتح، لكن لا يزال عنده هواجس التراث الثقافي. وده نوع من الحفظ على الهوية الثقافية. لكن في حاجات سلبية لازم نحرر نفسنا منها، اني انا اكتشف حاجة جديدة، اتعلم شيء جديد. وقبل ما انا هطالب ان التربيه في الاول مش عمليه انك انت حاجات تلقنها لابنك، حاجات تعيشها في الاول. لذلك في مصطلح دايما بقوله، اولادي ربوني، اولادي علموني. فعلا قبل ما انت تعيش حاجات التربيه عيشها انت على نفسك. طب ما هو في اولاد اشقياء شويه، فبيقولوا طب ما انت ما تشوف دفعتك بقت لواء.
انت وصلت لايه؟ أنت يعني انت وصلت كل لإيه؟ شويه تقول لي هات لي وترسيم درجه بالراحة. عاليه، هات لي الدرجه النهائيه. انت كنت بتجيب الدرجه النهائيه؟ بالظبط كده. في سن الثانويه بالذات بيحصل المحادثات كده ويتصل، ده رد عليا وانت قلت له ايه عشان يعمل كده؟ يعني انت ايه الدرجه اللي وصلتها له عشان ابنك يرد عليك؟ انت قلت لي لا انا كنت بقول له شوف كذا وشوف كذا. طب انت ليه بتتخط؟ انت كده بتهدي نفسيته. الطفل ليه نفسيه وليه نموذج وليه صوره ذات هو بيحبها. حتى انا ما ينفعش ولا اعاير ابني وهو صغير مثلا او بلبس او حاجات معينه، وما ينفعش اعايره او اسبه او ان انا اقلل من شأنه. بالعكس انا قدام الناس يعني اوصله قدام الناس باحلى صوره او افضل صوره، ده كويس وبيسمع الكلام بس بصوره مش مبالغ فيها. وكذلك الامر برضه حتى لو الطفل درجه يعني في اطفال بتبقى يعني هو مشاغب بشكل صعب جدا، عنده مش هقول درجه عدوانيه لكن ردود فعل عنيفه وسريعه جدا، وممكن بتكون محرجه في بعض الاحيان على الملأ وسط الناس في الاماكن العامه. في الحاله دي يعني هتعامل معاه بهدوء ازاي؟ وبقى بنظام التربيه بيكون رد الفعل التلقائي رد عنيف برضه، يعني ده اكيد يعني عنف مضاد في الاتجاه المعاكس له. خلينا نعرف هو ليه عمل السلوك العنيف ده او السلوك الشرس، او ان هو عمل كسر حاجه او عمل سلوك غير اعتيادي. نعرف حاجه من الاثنين، هل هو مهمش في القاعده في الجلسه دي؟ هل هو مش واخد دوره؟ برضه احنا نفصل، لو في زياره اجتماعيه رسميه شويه لا في زياره اجتماعيه شويه وقبلها نسق معاه وقبلها اهده، اطلع روح انزل تعالى روح اخرج العب اتنطط، اعمل له تفريغ لكل الطاقه اللي عنده، بحيث انه لما تيجي ميعاد الزياره والجلسه خلاص هو كده خلص كل اللي عنده. واحيانا ممكن يكون الكلام على حد تاني، فبالتالي هو بيعمل الحركات الشيطانيه والعفرات اللي بيعملها دي عشان يقول لهم انا اهو بصوا عليا انا موجود. حتى انت ابن امبارح هو ابن امبارح ده ليه شخصيه ولازم تبان، ليه شخصيه ولازم نكبرها ونقول لها. كذلك الامر لو ابنك مثلا في 7 أو 8 سنين او 9 سنين وانت قاعد في مكان وتكلم اسمعه، وقف الكلام واسمعه، علشان بعد كده بعد كام سنه لما انتوا تتكلموا ما يقطعش الكلام، يبدا يستمع ليكم. فهي بالتالي هي عمليه متكامله. اصعب حاجه على الطفل ان هو حد يقلل من شأنه او من قدره، يعني ان انت لسه عيل صغير، انت يعني خلاص خليك كده على جنب شويه ما تتكلمش. ده حقيقي ده حقيقي. وبتسيب اثار سلبيه ونفسيه كتيره جدا، وبيحصل عنها مشاكل اللي هو منها حته اللي هو الزعيق، وحته ان هو يكون ممكن يوصل لدرجه ان هو مشاغب او ان هو يتلفظ بالفاظ يعني مش كويسه في المواصلات، او يزعق في اي حد او ما بيحترمش اي حد، لان ده مردود وهو صغير ما حصلوش التقدير النفسي اللي كويس. الايام دي كده فيه يعني تبادل للرسائل. لو كنت غلطان في حقك سامحني، ده احنا داخلين على ايام يعني فيها روحانيات. لو عملت معاك تصرف سيء في فتره من الفترات انساه كده بقى او تناساه شويه علشان الخاطر الايام داخلين على شهر رمضان. رسائل كتير كده يمكن بنشوفها على الواتساب بتجيلنا، واحيانا بتبعتها للاخر، ويعني في شخصيات لا تتعدى معاها الموضوع ده حدود الكلام، يعني سامحني وهو بقى يعني لسه شايل وعنده حاجات كتير وما بينساش وفاكر مواقف صعبة كتير جدا. تفعيل التسامح في علاقتنا مع الآخر وفي علاقتنا مع نفسنا، في برامج تدريبية أو في تمارين معينة الإنسان ممكن إن هو يعملها علشان يوصل للدرجة دي، فكرة التسامح مع الغير ونسيان المواقف الصعبة المؤلمة اللي كانت بينه وبين شخص ما، وبالفعل الرسالة اللي بعتها له عايز بالفعل إنها تتحقق، يعني مش مجرد يكون كلام كده رايح جاي ما بين الناس ومش متحقق على أرض الواقع. جميل، يا ريت نعمل كده. طب اول خطوه ان لما اقابله في البرنامج اول خطوه لو شخص عايز اعمل معاه التسامح والتصالح، اول ما كان اشوفه اروح برمي السلام على الجميع، ممكن اسلم على الجميع واسلم عليه. دي اول خطوه، يعني افشاء السلام. الرسول عليه السلام وصف كده، فهو ده يعني سلام، بس مجرد سلام كلمه
تجيب كل الجليد وكل جبال الجليد اللي بين الناس. سلام بس، سلام عليكم بس، اهلا وسهلا بس. الكلمه دي حتى لو مع مجموعه ودخلت سلمت عليه، خلاص كل حاجه يعني هتدوب، مفيش اي مشاكل خالص. وتدوب بمعنى ايه؟ زي الميه كده، جلد تليج اتحول لماء، مفيش اي حاجه. والماء حاجه ياسره وحاجه سهله. فبالتالي شفتي اول تمرين هو السلام، انك ترمي عليه السلام او تلقى عليه السلام. كذلك الامر انكم تشتركوا في عمل جماعي، عمل مجتمعي. بمناسبه الايام الجميله دي خلينا نرجع شويه لورا. على فكره الرسائل دي تلاقيها عند ناس معينين في فئه عمريه معينه، اللي هم مواليد السبعين والثمانينات، اللي هم كانوا زي الايام دي بيعملوا نوع من فريق العمل والتعاون في تزيين الشوارع وتزيين استقبال رمضان. وكنا بنعمل جمعيات كده مع بعضينا ونجيب حاجات ونشأ ونفضل. تتخيلي ان دي ليها معاني عظيمه جدا في بناء شخصيه الناس. يا ريت يا جماعه، يعني دي يا ريت لو انتوا عايزين تعلموا اولادكم حاجه كويسه، مش اللي عندهم امتحانات عشان ما يتلككوش بس. الناس اللي هم خلصوا امتحانات الايام دي شاركوهم، ويا ريت الكبار معاهم في يعني تزيين مثلا الشوارع. جيران في عماره، في حي في صغير، حي صغير، في اي مكان. مش لازم في اي، حتى لو مكان راقي. انزلوا وحاولوا تعملوا اي لمسه خفيفه. على وضبوا شكل الشجر، حطوا فيه لمبتين بساط، مش ما بيهلكوش طاقه، لمبات موفره للطاقه. تمام. اي حاجه جميله كده، لمسه جماليه تحس بالابداع السلوكي والابداع الخلقي. بمعنى ايه؟ انا عايز اتسامح مع الناس اللي حواليا، فاشاركهم ان انا شريك معاكم في نفس البيئه ونفس الارض، فانا مهتم بنفس اهتماماتكم. ساعتها اللي مجمعنا هو الاهتمام المشترك. يا اما ايام كريمه زي اللي احنا فيها، يا اما اخلاقيات وتسامح زي اللي احنا فيها. عايز اقول ليكوا للساده للمستمعين، افتكروا ايام ما كنا صغيرين وبنروح عند عم الحداد او النجار وبنعمل فانوس، وبنجيب قصاقيس وبنلزق وبنعمل ونشوف الشارع اللي فلان عمل ايه. ما بنبوظش حاجتهم، بس بنبص هم عملوا حاجات جميله. يعني اكتر حاجه تعلمنا التسامح مع الاخر العمل الجماعي. يعني العمل الجماعي وفريق العمل. هي برضو مشكله، يعني مش عايز اقول مشكله التعليم والتربيه بتاعتنا، لكن احنا برضو في بتدينا انانيه شويه بالظبط كده. يعني مفيش حته روح الجماعه وتقدير العمل الجماعي. يمكن حاليا بعض الجامعات وبعض الاساتذه ابتدوا يعملوا مشاريع التخرج، اللي بياخد درجه كويسه هو العمل الجماعي. ليه؟ لان في هنا موقف تربوي، هو عايز يربي الناس على حته فريق العمل. في الاخير النتيجه الاخير للتربيه والتعليم او حياتنا كلها انك انت بتندمج مع جماعه تتعامل تشتغل معاهم. حضرتك فكرتني بحاجه، يعني مجموعه حبت انها تشارك مع بعض كان في مشروع تخرج. في منهم كده واحد قاعد يخبي ويداري الحاجات اللي هو بيعملها. ليه؟ يعني عشان الجزئيه دي انا اللي عملتها وانا اللي متميز فيها، مش الناس التانيين. هم حاولوا يكسروا ده كان في تمهيد ماجستير ولا الدايره اللي لا في مرحله ما يعني اندر، يعني مرحله دراسات عليا. لا مش دراسات عليا كده. مش امال يعني اصلك ليه وصل للحاله الادميه دي؟ لا تخرج من الجامعه. يعني في يعني اعتقد ان الشخصيه دي علشان بقى ان احنا نعمل لها عمليه الدمج الجماعي، هيبقى فيها تاخد يعني خطوات معينه، او محتاجه نديها ثقه في نفسها اكتر، او محتاجه ايه؟ لو هو حد غالي عليكم جدا يعني قولوا له دير المشروع. ادوا له مشروع تخرج مش حاجه مصيريه، لكن قولوا له دير المشروع ده. يعني ادوا له تولى اداره المشروع. في ناس مش بتحب انها تظهر. طبعا انك تحب انك تظهر ويكون لك شخصيه وكيان، دي حاجه ايجابيه مش مشكله، بس هل انت على قدر واستطاع انك تتحمل هذا المسؤوليه وتقدر تؤدي الدور صح او الدور بالظبط وتنجحه، ولا مجرد جعجعه وانك انا عايز امسك المنصب الفلاني ولا المسؤول ولا المتحكم، وحب اللي هي بارانويا، يعني حب الظهور وحب الفخامه والعظامه وجنون العظمه والحاجات دي كلها. طيب هو في الحاله دي قولوا له طيب انت شايف المشروع يمشي ازاي؟ لو هو حد مهم وانتوا عايزين تنجحوا المشروع عشان النجاح للكل، النجاح عمره ما ينسب لشخص، بس هيتعب برضه حتى لو مسك ممكن الشخصيه بتكون خلاص اعتادت انها تعمل لوحدها.
يعني بالظبط كده. واجبرت انها لازم تشتغل في ضمن فريق. انت عارفه الحاله دي هي نفسها بتعاني علشان يعني يحصل العلاقات بينها وبين فريق العمل الجديد بالنسبه لها. انت عارف ده معناه ايه؟ هو مش متميز. للاسف هو لم يتميز. التميز لو قرا ابحاث بره، دراسات بره، نوبل اللي خدها رحمه الله عليه الدكتور احمد زويل خدها بفريق بحثي. دايما ما فيش حوار من حواراته غير ويتحدث عن التيم وورك او فريق العمل. طول الوقت كان كلامه في يعني مضمونه كلمه فريق العمل. بالظبط كده. عصر العلم كتابه كان بيتحدث عن فريق العمل ونماذج لفريق العمل. شفتي بره كل العلماء كله بيتكلم عن فريق عمل. اهم النظريات في علم الاجتماع في علم النفس بتتكلم عن فريق العمل. في الدكتوراه بتاعت حضرتك في الانثروبولوجي دايما بيقول لك الدراسه بالمعايشه وفريق عمل بحثي. دايما بيقول لك ادوات الباحث فريق عمل بحثي. فبالتالي ان حد في يعمل دراسات عليا او بيعمل مشاريع تخرج او كده وما يعرفش يعني فريق عمل، في توقف هنا. لا، انت حاول ترجع لذاتك شويه وتغير اتجاهاتك وتعرف تكتشف نفسك. احنا لو ما قدرناش يعني لو كان الموضوع في الدمج ضمن فريق عمل غير متحقق في مدارسنا، ازاي ان احنا نعمله في بيوتنا مع اولادنا؟ ما هو في البيوت مع الاولاد انا قلت نموذج حلو جدا قائم الايام دي. موضوع الاستعداد لشهر رمضان وبابسط التكاليف وبحاجات مش مبهره، حاجات بسيطه جدا. كل ما كانت الحاجات بسيطه كل ما كان لها مردود نفسي. دايما الحاجات اللي احنا بندفع فيها كتير قوي دي بتبقى فيها تكه نفسيه شويه. ليه؟ لانك انتزعت مال، والمال سمي مال لميل النفس ليه. فاي حاجه النفس تميل ليها فيها مشكله. كذلك الامر الانا في الحته دي. دكتوره ايمان عرفه حد انا عارفه في جامعه القاهره كويس جدا وليه كويس جدا معايا، فايه العلاقه ما بيننا كويسه، فهي اصبحت انا يعني واخده جزء مني. لما اشوفها ببتسم بتقول لي حاجات كويسه، بتقول لي مراجع كويسه، اصبحت جزء مني انا. فلما تقول لي حاجه تزعلني فهتزعلني انا. لعبه اصبحت جزء من ممتلكاتي تميل ليا، مال اصبح جزء من ممتلكاتي فتميل ليا. فمفهومنا عن الاخر اللي بزعل منه ده حاجه نتاج عن حب، يعني ظلال الحب او الحب الظل. بمعنى ايه؟ ان هو اكيد انا مش بزعل من حد جدا او بنجرح منه جدا غير لو كان اكيد في ما بيننا علاقه حب او احترام، او ان انا حاطه في مكان عاليه فاهتزت. ما ينفعش ان اخش على حد اكرهه من باب للطاق كده. اكيد في وصلنا لدرجه قبول وبعد كده حصل الجاب او الفرق بتاع الحب. فدي جزئيه. ايه الاعمال اللي احنا ممكن نعملها عشان نصلح من الموضوعات دي كلها؟ تقبل الناس زي ما هي. اول حاجه اتقبله ايا كان شكله لونه واخلاقياته واديله مساحه. أو بقول لاولادي او بقول للناس التنوع. انت مش لازم الناس كلها تكون شبه بعضيها. الاختلاف ده بيخلي لك انت تميز. لو كل الناس شبه بعضيها انت مش هتتميز، مش هتظهر، مش هيبان شكلك، مش هيبان سماتك، مش هيبان اللمسه بتاعتك، توقيعك في الحياه مش هيبان. فهو سمه الاختلاف وان يكون في تنوع ده سمه لتكميل شكل الصورة النهائية تبقى شكلها مكتمل. واللي هو عنده قدرة أكتر وسلام أكتر زي ما قلت في الصحة النفسية في الأول، إن هو يتقبل رأي الآخر ويتسامح معاه ويعرضه بكل شفافية ويسمع الحوار ما بيننا. الحاجات دي كلها هتعمل إيه؟ إعادة بناء الشخصية المصرية. فعلا محتاجين نبني الشخصية المصرية بشكل يساوي كتير جدا، نسمعها أكتر. طب دكتور علي، على المستوى البيولوجي لينا محتاجين كل فترة والتانية إن احنا نعمل كده إيه، نبعد شوية عن الأكل، نعمل برامج لإزالة السموم من الجسم. طيب بالنسبة للنفس بقى، علشان نعمل القصة دي أو الحكاية دي، عشان نشعر بالراحة النفسية ونوصل للسلام النفسي ونوصل لأعلى درجات الصحة النفسية، في برنامج كده نقدر ان احنا نعمل او خطوات نتبعها علشان نوصل لده؟ في دكتور علي عبد الراضي عبد الرحمن، استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي، توقفنا عند برنامج للراحة النفسية. زي ما برنامج كده إزالة السموم من الجسم الإنسان، برنامج لإزالة الشوائب والعوالق اللي للأسف طول ما احنا يعني عايشين رايحين جايين مع الناس بناخد كده شوية
يعني مش هقول احزان لكن هموم، عارف اللي هو ايه، بتعلق كده بالنفس طول ما احنا ماشيين. عايزين نشيل كل الحاجات دي ونعمل تصفية وتهيئة وجو راحة نفسية يعيشوا مهما يعني كانت او كان حجم الضغوط اللي بنتعرض لها. اولا احب اشكر هندسه الصوت على اختيارها لحاجات كويسه جدا. ايمن حموده، باشمهندس ايمن حموده، كل شكرا الشكر ليك يا ليه. ايمن، شكرا. وشكرا للدكتوره اماني. الله يخليك، شكرا ليك. يعني من عرفت الدكتوره مميزه جدا على فكره يا جماعه. طيب ازاي انا اقدر اخلص نفسي من السموم؟ اول حاجه اي حد عمل لي بعرف اشكره. انا شكرت الدكتوره ايمان، كانت كويسه في ترحابها ليا واستقبالها ليا. اي حد يقدر يعمل لي حاجه كويسه اقدر اشكره. الشكر والحمد دي حاجه كويسه جدا، بتخلي الواحد يعرف نفسه ان هو عنده استطاعه ان اقول حاجه كويسه للناس اسعد بها الناس. طيب جاي لنا شهر عظيم جدا، شهر رمضان. تتخيلي ان فوائد رمضان مش بس فوائد صحيه للبطن وللجسم وتخلص السموم، تتخيلي ان ليها فوائد نفسيه جميله جدا جدا. اقول لك على سبيل المثال، انت عارف ان المخ بيفرز حاجات كيماويه زي الدوبامين والسيروتونين. المواد دي يعني هي في مواد بيفرزها الجسم بيحتاجها عشان يبدا يعمل بيها التكيف والتوافق مع البيئه المحيطه اللي حواليه. فاحنا بندي جسمنا شهر عشان يبدا يجدد الخلايا دي ويعمل صيانه وتنظيف لنفسه لكل الخلايا، صح؟ طيب هل النفس بينالها او تاخد نصيب؟ فعلا ده بتاخد نصيب الاسد، بس احنا مش واخدين بالنا. نصيب الاسد ان في بعض الهرمونات اللي بيفرزها المخ والمواد الكيماويه اللي بيتعامل معاها محتاج ان انا اعمل ستوب عشان تبدا تعمل ايه، تقول الارم، تحذير. انا محتاج لي، عارفه انت الدرج بتاع المخازن، لو حد عنده ستور او مستودع عايز يعمل يشوف الحاجات اللي ناقصه عنده، الحاجات اللي موجوده، جرد للحاجات اللي موجوده في المخزن. بالظبط كده. في البيت انا بقف بشوف ايه الحاجات اللي عندي وايه الحاجات اللي ناقصه وعشان اقدر ان انا اعوضها. بالظبط كده، المخ بيعمل كده، بيشوف المواد اللي ناقصها كله، واهم حاجه المواد بتاعته هو. يعني مش احنا عارفين العقل هو او المخ، البرين، حته اللحم دي هي المسؤوله عن الحوكمه واداره الجسم كله. فبالتالي هو قايل محتاجني انا. طب انا ايه اللي محتاج يظبطني انا الاول عشان اعرف اشوف الاخرين؟ تمام. كل الجسم. فهو يبدا يشوف الحاجات اللي هو مظبطها. احنا بقى بنعمل اجهاض للعمليات دي، ان احنا بنتبنى افكار غلط. لو انا مدخن مثلا في شهر رمضان، يا التدخين والنيكوتين وعصبي، تتخيل ان ده اكذوبه، بدليل انك انت ممكن في العادي لو حصل لك موقف بتقعد اكتر من يومين ممكن ما تدخنش عادي جدا يعني. فيعني ممكن اذا انت تستطيع، الانسان يقدر يستطيع، بس هو الانسان مشكلته انه بيجيب فكره كده، بياخدها كده بجفت او ملقاط يعني، وبيحطها قدام الميكروسكوب بتاع عينه ومخه، وفي مشكله فخلاص هيستجيب ليها. طيب ايه البرنامج اللي احنا ممكن نعمله؟ اول حاجه من خطوات البرنامج، انا خلاص داخل عليا شهر رمضان، فلازم انغلق مع نفسي شويه، ابدا اكتشف نفسي. في حاجه كل الاديان اتفقوا عليها اسمها المديتيشن او التامل. فكره التامل دي فكره يعني عبقريه جدا، موجوده في كل الاديان وموجوده في كل المعتقدات. في حاله من العزله النفسيه. بالظبط. حتى لو انت وسط مجموعه، يعني وسط جماعه او في البيت حواليك ناس، في العمل حواليك ناس، يبقى في برضو في مساحه خاصه للنفس. بالظبط كده. العزله النفسيه. طب ازاي نخش في العزله النفسيه دي؟ جالك اول حاجه اهو 10 ايام من رمضان، فانت استعد من دلوقتي، يعني مش لازم حتى لما تخش رمضان، اتمرن من دلوقتي. لذلك حتى احنا شرع الصيام في شهر شعبان شويه حلوين كده عشان نبدا نمرن نفسنا على استعداد لرمضان. اعرف انا ايه الحاجات اللي ممكن ايه تضاع مني وامرن نفسي عليها. طيب احنا ازاي امرن نفسي على ايه الصحه النفسيه والسلام النفسي؟ انا عازل مع نفسي شويه واعمل تامل في نفسي شويه. طيب انا ايه مشاكلي؟ بس برضه وانت في حاجات مهمه جدا، زي ما انا داخل معمل او داخل عمليه لازم اعمل نوع من التعقيم. فهل لما انا كمان اتعامل مع نفسي لازم اعقم نفسي؟ بمعنى ايه؟ انا ممكن اجي اتامل مع نفسي شويه، ده فلان قال له وعمل له وسوالي، تقوم بقى نار. ده انا لما اشوفه واقول له لا انت كده ما عملت السلام نفسي، انت عملت شحن نفسي. ده بيجدد الجراح يعني، مش بيضمد الجراح يعني. ايوه بالظبط كده. فانا لازم اعمل كده، لازم اخد بالي جدا. خلاص الموضوع انتهى وهو انتهى من حياتي، خلاص مفيش مشكله. ما ركزش عليه، ابدا ما ركزش عليه. اتامل ان انا اوصل لمستوى افضل في حياتي، اتامل في اولادي ان اربيهم ازاي، اتامل حتى في مستقبلي. تفاءلوا بالخير تجدوه. التامل كله تفاؤل.
هو التامل ده كله تفاؤل، وتفاؤل بالخير، ان انا اعرف نفسي وسلوكياتي. فهو افضل تمرين انك تعمله، يعني احط صوره ايجابيه كده لنفسي، يعني بالظبط كده. هي دي ده الاطار اللي المفروض ان انا اعيش فيه ده مهما حقيقي. كان حجم الصعوبات. احط الصوره الايجابيه دي. بالظبط كده. وممكن كمان ابدا اللي يساعدني في الرحله دي هي ممكن تاخد 10 ايام او اسبوع مثلا، ان انا اصطحب كتاب ايجابي خلاص، وبعدين يعني ممكن اقرا في الكتاب المقدس او اقرا في القران الكريم، اي حاجه كده تديني نوع من الروحانيات العاليه، تديني نوع من الحاجه الايجابيه. تهذيب النفس وتعديل السلوك جزء منه روحاني، وجزء منه ان انا اصلح علاقتي الروحانيه. فبالتالي جاي لنا شهر رمضان تقدر تعمل فيه العمليه دي. لو انت عايز تعدل الصوره النفسيه، الانا والاخر والنفس بالايجو والسوبر ايجو والاد، انك انت تبقى على علاقه كويسه بالله سبحانه وتعالى. ازاي تعمل العلاقه دي؟ جالك شهر رمضان، اول 10 ايام تقدر فيهم تعمل نوع للتخصيب النفسي، انك انت تقدر تهذب نفسك. ابعد نفسك شويه في رمضان عن الحاجات الدنيويه. احنا عارفين التهذيب النفسي. التهذيب النفسي، التهذيب النفسي ان انا يعني انا لما بكون رايح مشوار باخد بالي من شكلي وكده. طيب نفسيتي احيانا بكون رايحين فرح او رايحين خروجه او في اجتماع، هو مضطر احيانا بقى، ما هو او رايح على مضض، يعني هو رايح ومش عايز يروح. يعني تتخيل طب هو البني ادم يقدر ان هو يتحكم في رغبته، ان هو هعدل الرغبه دي؟ يعني انا زي ما هروح بشكلي كده وبصورتي الحلوه، عايز صوره نفسيه حلوه. نفسيه حلوه. هو دايما حتى لو حد سلم علينا في النفسيه الحلوه هناك بتبدا تتكتب، ده حد اهتم بيه، ده حد كان منتظر حضوري، ده انا مش رايح شد خندي. في ناس عايزاني وتتكلم معايا. وفي الاخير في ناس بتحب العزله. ده مش معناه ان شخصيه منعزله، لا، هو شايف نفسه في الاطار ده، مش عايز ينخلق بحد علشان ما يعملوش مشاكل نفسيه. برضه ده هشجعه. في الاخير يعني الواحد عارف ازاي ان هو عنده صحه نفسيه كويسه طالما بيروح الشغل ومتفائل في الشغل، وعنده رضا وظيفي لحد ما، وعنده رضا عن نفسه وحياته والحاجه اللي هو فيها دي قابل للتطوير، فانت بتتمتع بصحه نفسيه. يعني بنتمنى ان احنا كلنا نكون الشخصيه دي، يا ريت. يعني او لو في عندنا حاجات شويه مشاكل نعالجها ونوصل لده. بالظبط كده. العمل التطوعي مهم جدا. جاينا شهر رمضان نستغله في اعمال خير كتيره جدا، اقصاها حتى السلام مع الناس والكلمه اللي كويسه جدا. فده مهم جدا. الجلسات الاجتماعيه والزيارات الاجتماعيه مهمه، لكن بيكون مضمونها مجال الحديث فيها. لو مجال الحديث عن الغير والحواديت والحكايات السلبيه عن الاخرين، بالظبط كده، يبقى احنا خسرنا الجلسه من بدايتها. مشكله كده. لكن ممكن افكر في علاج لمشاكل اجتماعيه احنا بنعاني منها. بفكر في فكره تنمويه اساعد بها المحيط اللي حواليا، حتى لو على مستوى العماره او مجلس العماره ان انا اشاركهم. في مشكله يا جماعه، لو الناس اللي عامله مجلس عماره دي يعني اول ما بيتقابلوا بيبقى الدنيا فيهم نازلين بكلام مش حديد. يعني الموضوع اهدى من كده شويه. دي بيئه انتوا عايشين فيها، فلازم يكون ما بينكم سلام بيئي. سلام بيئي على مستوى العمارة، على مستوى الحي، على مستوى البلد، على مستوى يعني على كل المستويات إن شاء الله. يعني بنتمنى ده للجميع. نشكر حضرتك دكتور علي عبد الرحمن، استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي. دايما بنسعد بيك على هواء الشرق الأوسط. أهلا بيك دايما. كل الشكر لمهندس الصوت أيمن حمودة، ولكل مستمعينا كل تحياتي إيمان عرفة. نلتقي على خير بإذن الله.